كلمتين بس سريعا لإدارة الأهلي. لازم إدارة الأهلي تتنبه كويس قوي للتحكيم. التحكيم في أول مباراة كان في ضربة جزاء لجريد شار اتحسبت النهاردة لبتروجيت. اتحسبت النهاردة زيها بالظبط، احتمال الشدة تكون أقل كمان في ماتش بتروجيت. والنهارده محمد معروف، ارحمونا من معروف، اعملوا معروف وارحمونا محمد معروف اللي معروف ان هو زملكاوي ابو نطه في ماتش الانتاج الحربي. اول ما بن شرقي حط جون نط من فرحته من غير ما عرفش ان هو يخبيها. فارحمونا من محمد معروف، معروف جدا ان هو زملكاوي. النهارده عمل كوارث حرفيا يعني. انذار لديانج وكان بيتلكك له عشان يطرده، اتلكك لمحمد هاني عشان يطرده، طرده ليه معرفش. خد انذار تاني، اداله انذار تاني وهو خارج، ده بيدي الاشاره بيقول له اخرج من هنا. طب هو يخرج من هنا يروح فين؟ بعدين الاهلي كسبان 4-1 فاركو برشلونة عشان يجيب خلال 6 دقايق 3 اهداف عشان يتعادل. يعني محمد هاني بيضيع وقت؟ هو محتاج ان هو يضيع وقت اساسا؟ ده انهي عقل ده؟ تلكيكات فارغه والله العظيم. لا وبيقول ان انا هكتب في تقرير ان هو شتم. محمد هاني ما بيشتمش اساسا، او ان هو تلفظ. عايز يوقفوا كمان ماتش بيراميدز. اداره الاهلي لازم تفوق من بدري قوي، من بدري قوي لازم تفوق، عشان لو ما فوقناش هناخد على دماغنا من التحكيم وهنسكت. لازم نفوق من بدري قوي. غير الهدف بتاع فاركو، يعني لو ان الاهلي كسبان 4، الهدف ده لو تعادل الكرة جايه في ايده تماما، كانت هتبقى كارثه. ضيع منك نقطتين بلوه زرقاء. غلطه شوبير، بس الكرة في الاساس لما رجعت جت في ايد اسمه ايه ملاح. فلازم الاهلي يفوق. ومعلومه ليكم، النهارده ماتش الزمالك، المساعد التاني اسمه علي علاء، زملكاوي حمى، واتفرجوا عليه وركزوا معاه. وهنتقابل بعد المباراة ان شاء الله. لازم ادارة الاهلي تعمل معروف وتفوق للتحكيم بدري بدري. انت كسبان قدم شكوى انت كسبان، مش انت تعادلت ولا خسرت. تعمل كارت ارهاب للتحكيم، عشان بالشكل ده احنا رايحين في بلوى زرقاء.